ان شاء الله في الوظيفة الثانية لما نبدأ فيها، طبعا من غير ما اهملها، اقعد انزل فيديوهات كل يوم بقدر الامكان. ححاول اضغط على نفسي، انا خلاص انا حبيت الشغلة دي. هيك جيت برينكت سن. يي ولا قال لك فيديو كل يوم ولا. الوضع طلع أصعب مما توقعته يا جماعة، فيعني اعذروني. وللأسف هذا برضو سبب في إني ما يكون عندي أفكار لفيديوهات. أنا دحين قاعد كذا أفكر، أقول يا أخي إيش أسوي؟ إيش هالألعاب؟ في ألعاب ما في ألعاب؟ أسوي عن إيش؟ ميمز خلاص كثرنا منه. فكان في فكرة في بالي من أول، قلت خلينا أجرب أسويها ولا لا. لا فكرة يعني مو مرة، فخلاص أنا ما عندي أفكار فحسويها. I don't care. فأنا يا جماعة أنا بعاني من شيء من زمان مرة وأبغى أصلحه من زمان، بس يعني ما عمره خطر في بالي اني اصلحه الى الان، وهذا هو المونوتون. اللي مو عارف انا قصدي ايش المونوتون يا جماعة، هو زي ما تقول الصوت يعني بطبقة واحدة لا تتغير. بدل ما اقعد اشرح وكذا خليني اوريكم. انا يعني مو شرط كلامي انا دائما 100% صح، بس انا دائما 100% صح. واحب اقول بس يعني تحذير، انا ححرق الجزء الثاني من ذا لاست اوف اس. فاعتقد اللي لاحظ فيكم يعني ان انا دائما اتكلم بنبرة صوت واحدة، ما في تنويع في نبرات الصوت، وهذا يؤدي الى انه الواحد يطفش لما نتكلم وكذا. فهذا شيء سيء جدا لما تخش في مجال اليوتيوب ولا تقدم محتوى ولا حتى اي حاجة، تمثل تغني اي شيء، مرة سيء. يعني مثال اوريكم. ماكارينا ماكارينا كذا نبرة واحدة عشان اديكم مثال احسن يعني. اوكي خلينا نشوف. دقيقة اوريكم. السلام عليكم يا جماعة. انا اليوم ابغى اتكلم معاكم في الفيديو على اساس يعني ابغى اجيب محتوى وكذا يعني. اوكي انا ببالغ شوية يعني، بس اعتقد فهمتوا الفكرة. شوفوا قاعد اتكلم نبرة السي بس، حتى اعتقد سي بي مول. ما قاعد افتي اقول لك بسوي شوف انا موسيقى. المهم اللي ابغى اقوله، انا في مشكله في صوتي وابغى اصلحه، واحب اقول لكم انتم اللي شايفينه دحين هذا بعد ايش من محاولات كذا احاول اغير من صوتي. يعني قاعد احاول اني اخلي فيه نبرات كذا اللي كيف حالكم يا جماعه كذا. قاعد مو استهبل، قاعد يعني بحاول ادي صوت حياه في هنا. لكن للأسف الشديد هذا طلع موضوع أصعب من ما هو عليه، ولذلك سوف شوفوا. طفشتوا أكيد الحين اللي قاعد يتفرج، انتوا يعني طفشتوا واغلب الناس قفلوا الفيديو. ففي الفيديو هذا انا حشوف بعضا من الطرق في يوتيوب لتعليم التخلص من هذا الصوت والتحدث بنبرات مختلفة طبيعيا. يعني ركزوا في كلمة طبيعيا، مو يعني انا بحاول كيف حالكم يا جماعة، لا ابغاها تطلع مني يعني عفويا. فعندنا هنا كتبت انا how to fix monotone voice، كيف تصلح الصوت ذو طبقة واحدة. فعندك مجموعة من الفيديوهات هنا يعلموك كيف، فخلينا نستكشف سويا ونشوف لو في حل عشان اصلح صوتي الممل. في عندك هنا واحد يقول how to fix monotone voice with Ramit Sethi. اوكي عشان ما حقعد اتفرج الفيديو معاكم كامل، يعني تبغوا تروح تشوف فيديو تشوفوه بنفسكم. هنا حاختصر لكم السالفة. يعني عندكم الاخ ذا، الرجال ذا زيي صوته كذا مونوتون يقعد يحكي. فشوفوا دحين. The rest of us, half of us were worried about losing our jobs, and the other half were trying to implement these new systems for all the people who were wearing ties that were now around our office. So I ended up creating هل لاحظتوا صوته كيف؟ يعني يبين انه واحد مو مهتم حتى بالسالفه اللي قاعد يقولها كذا. اللي فانا رحت كان عندي ما ادري ايش وقابلت المدير حقي وقال لي كذا والصراحه انا انصدمت وكنت مره متفاجئ، وكنت انا احس حسيت شعرت بالغضب كذا. يعني يدي الانطباع انه انت ما انت مهتم وما ادري، واللي قدامك يطفش اللي يسمع. يعني دحين خلينا نشوف رامي سيدي هذا كيف يتكلم. هذا طريقه صوته يعني طريقه كلامه يعني تخليك يشدك، يخليك تبغى تسمع. In that for like a pretty dry guy. So you need to pump up your energy. I've told you this 100 times. If you did that, it would come across as even funnier. But you said corporate overlords. That was really funny. And then the part at the beginning was really funny too about like. فشوف شايفين الفرق يعني. مو لازم حتى تفهم انجليزي ولا حاجه، طريقه كلامه بس، طريقه كلامه تشدك، قاعد تبغى تسمع يعني ايش يبغى ايش بيقول. ويعني ما ادري ايش بشرح لكم شرح بيض. اهم شيء انه بتبان طبيعيه عفويه كذا، انه بيتكلم
ايوه يعني حنصلح لك الشيء هذا وبعدين يعني نسوي كذا انا ماني قادر اسويه دحين لانه انا مونوتون. باختصار الموضوع يعني اختصر لكم، هو البني ادم ذا رمت سيثي قال للي قدامه ذا يعني اداله كم نقاط معينه في حواره في طريقه القائه يعني القصه. قال له انت في النقطه هذه قلتها بالطريقه ذي كان ينفع تقول كذا، انت هنا اديت تفاصيل زياده ما لها داعي يعني ما استفدت منها اي شيء، كان ممكن تختصرها بالطريقه الفلانيه. وغير كذا لما مثلا تحكي وتقول انك حسيت بحاجه في القصه يعني حس بيها وانت بتلقي القصه. المهم شرح له الشيء ذا وشوفوا الفرق ذحين. You know, I went to Blue Bottle this week. Okay. It was amazing. شوفوا كيف يقول I went to Blue Ball and it was amazing. يعني يعني من جد خلاك تحس انه من جد انبهر. He was amazed. Wow. Yeah? Yeah. Well, really? Yeah, the coffee is unreal. Which one? Like the one in the Mission? No, I went to the one in Mint Plaza. All They right. have the crazy old-time drip system. Yeah. Delicious. What was so good about it? شوف كذا يعني وهو بيشرح بيدخل اللي قدامه جو في القصة حقته. جربت القهوة جبارة عندهم بالطريقة هذه ويحطوا الخلطة الفلانية كلها كذا يعني ضيف اشياء خلي الواحد اللي قدامك يتحمس. وعندك الفيديو الثاني هذا Why your voice is boring. ليش صوتك ممل وكيف تصلحه. اوكي قاعد يتفلت علينا كذا ويسوي حركات. ايش قصدك؟ يعني قصدك انه انا واحد فاشل؟ تراك كذا تمرة عصبتني. اوكي يقول لك اول تمرين يتمحور حوالين كلمة أو. Ow. 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 Or like. اوكي ان شاء الله يكون اغلبكم فهم يعني، بس هو بيقول انك تقول كلمة أو باكثر من يعني نبرة. حاول كده تنوع تمرين لصوتك علشان يعني خلاص يمكن توصل لمرحلة انك تطلعها عفويا. فتقعد كده بس تقول أو 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 معو فيعني اوكي هو يعني التمارين تبان كأنك واحد مجنون وشيء سخيف، بس هذا يعني ما ادري واحد في يوتيوب قالها. خلينا نصدق. شايفين عنده استوديو بروفيشنال مايك، اكيد يفهم يعني بيتكلم عن ايش، ومسدوح كذا ومديك نظرة حلوة. واو اكيد. Ow. أو دحين الجيران في اي لحظه حييجوا يدوني بالقزمه. هذا تمرين يعني مفيد الصراحه. احسه يعني انا حجربه الصراحه، او انا قاعد اجربه عشان اكون صريح معاكم. انا شفت الفيديو من اول بس حبيت اوريكم هو، وقاعد كذا لي فتره كل ما ارجع من الدوام قاعد في السياره اقول او معو لما اشوف بسه كذا في الشارع معو اوكي. وهذا فيديو تاني خلينا نشوف ايش الاخت تقدر تعلمنا عشان نصلح الصوت. I really like this shirt, but I don't think I'm gonna get it. I really like this shirt, but I don't think I'm gonna get it. Hey. اوه ما يعني شفت الفرق؟ هذا اول مره اشوف فيديو هذا يا فرق. I really like this shirt but I think انا كذا اتكلم. واو هذا الوجبه من ماك هذه مره جيده يا عيال، والله مره رخيصه. ايوه يا عيال والله مره عادي وجبه ماك مره جيده. يا خريش والله ما عندي افكار في فيديوهات يا جماعه، معلش اعذروني. What is pitch? son of a bitch. اوكي يا جماعه التمرين حقها يقول غني هابي بيرثداي تو يو. خلينا نجرب دقيقه. كيف كانت؟ Happy birthday to you. اوكي يلا. Happy birthday to you. يا ود ما استنى لا اصبر دقيقة. مستعجل قسم بالله. اوكي خلينا من جديد. Happy birthday to you. اوكي شو ما ادري انا سويتها صح ولا لا. عيد. Happy birthday to you. Every word had a different note. اوكي كل كلمة في Happy birthday to you لها نبرة صوت معينة. Happy birthday to انا قاعد اتلخبط اروح فوق تحت ما اوكي هي تروح فوق تحت اوكي. Happy birthday
ويت صح انا يا اوكي ثاني هابي بيرثداي تو يو يا اخي ما هابي بيرثداي تو يو سير هابي بيرثداي تو يو سير خلاص. عموما هذه بعض من التمارين اللي بشوفها في يوتيوب، وبحاول يعني اني احسن من صوتي من خلال هذه التمارين، بنحاول على الاقل يعني. وعندي اخر تمرين ممكن تسويه عشان تحسن من صوتك، هذا يا شيخ مو تضرب كل النوتات وكل الطبقات في صوتك يا واد، هذا يمكن تخترع طبقات زيادة. شوف معايا. خلاص اخاف القم كوبي رايت ولا حاجه. خليني لازم كده توصل يعني للطبقات هذه يا جماعه. فيمكن البعض منكم بيتساءل يقول ليه يا كارليت تبى تصلح من صوتك؟ ليه فجأة جاك القرار هذا يعني؟ وإيش ليه أنت طلعت زي كذا؟ سؤال ليه طلعت زي كذا هذا يعني يمكن في مشاكل نفسية من يوم اتولدت إلى الحين، ما أبغى أخش فيها، ما علينا. الفيديو حيصير يمكن 5 ساعات. لكن اللي خلاني أقرر أبغى أصلح الشيء ذا، أول شيء عشان بسوي يوتيوب يعني محتوى وزي كذا، فمرة غلط إنه يكون عندك صوت كذا ممل واحد ما يسمعك. يعني بالله كيف تسوي محتوى وانت قاعد اليوم عندنا لعبة ريزيدنت ايفل، اليوم حنلعب وي. وثاني شيء هي في حياتي الاجتماعية يا جماعة، هذا مرة مؤثر بشكل مو طبيعي. يعني لما اجي اتعرف على ناس لأغلب الناس ابين لهم كذا زي اللي واحد ماني مهتم او انا ماني طايقك او شيء زي كذا، وهذا مرة مو نيتي. يعني انا عادي اتكلم. فلي فترة بدأت الاحظ انه اي احد او الاغلب اللي قدامي كذا ما يحب يطول معي في الكلام، اللي كذا اتكلم يعني فجأة الاقيه اوكي. ومع الايام بدأت كذا اتساءل اقول ايش بقى ليه الناس يعني ما تحب تتكلم وتطول في الكلام معايا؟ اغلبهم يعني، في ناس عادي يعني عندي اصحاب في الاخير يعني طولوا معايا وزي كذا، بس في اغلب الناس كذا يمكن يبان انطباع مني انه انا شخص غير مهتم، which is true. وبس هذه كانت حلقة اخرى من سالفة للبيع، ان شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله قريبا. ادعوا سووا دعاء قريبا يا رب.